صحيت من النوم النهاردة لقيت ماما بتقولي تعالي يلا نعمل كحك العيد. كل اللي داقه كان بيحلف بحلاوته وجماله، فتعالوا بقى اقولكم على الطريقة بتاعت ماما، الطريقة الأصلية بتاعته. ريحته وطعمه كانت تحفة، ودي وصفة سهلة وسريعة واقتصادية وطعمها حلو جدا. فيلا بقى عشان اقولكم الطريقة، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك واشتراك في القناة. يا جماعة من كتر حلاوته كان بيدوب، وريحته وطعمه كانت رهيبة. بجد نفسي كلكم تدوقوه. ما تنسوش بقى تعملوه، تكتبوا له في الكومنتات عجبكم الطريقه ولا لا. اول حاجه اجيب كيلو ونص دقيق بتاع الكحك والبسكوت، بيبقى ملوش عرق. بعد كده هضيف عليها نص معلقه ملح ومعلقه كبيره بيكنج باودر، وهقلبهم كده بالسباتولا. بعد كده هضيف 50 جرام سكر و50 جرام سمسم و50 جرام سميد بسبوسه و3 معالق كبار جوز هند. وهخلط يا جماعه المكونات الجافه دي الاول مع بعض. كده هضيف 650 جرام سمنة بلدي، وهبدأ ان انا اخلطها برضو كويس. بعد كده هضيف 300 جرام لبن يكون دافي، حاجة بسيطة خالص. ابدأ اضيف شوية واعجن واضيف شوية، يعني اضيف شوية بشوية لحد ما يبقى قوامه زي ما انتوا شايفينه كده. العجينة بقت طرية جدا ومش بتلزق، يعني انا عملتها كورة كده اتعملت، وزي ما انتوا شايفينها كده العجينة بقت ناعمة جدا. بعد كده جبت كيلو ملبن وحطيت عليه سوداني بقى، او اللي عايز يحط مكسرات اي نوع يحط، وضفت عليه برضو شوية جوز هند، كمان ضفت معلقة سمنة. ويا جماعة الحشوة ديت كانت مكرملة وكانت ناشفة شوية، كان طعمها حلو جدا عجبتني قوي. بس اللي مش حابب ان الحشوة تكون ناشفة ممكن يحط بقى الملبن كده سادة، او ممكن يحط مكسرات براحتكم بقى يا جماعة، يعني ضيفوا الحشوة اللي انتوا تحبوها. وانا بعمل الكحك بقى يا جماعة سون بنت اختي القمر كانت عايزة تعمل معايا. بعد كده بقى جبت العجينة وكنت حطها في كيس زي ما انتوا شايفين كده علشان ما تنشفش، لاني كنت باخد منها حتة واغطيها. خدت بقى حتة كده وكورتها زي ما انتوا شايفين كده. بعدين ضفت عليها بقى الحشوة وبدأت اعمل بقى منها اشكال، يعني عملت بالبتاع الصغير ده الصراحة مش عارفة اسمه ايه برضو عملت اشكال تانية. عملت بقى واحدة كمان يا جماعة بشكل تاني، وعملتها بقى بالبتاع اللي هو شبه المنخل دوت، بس لازم تتكوا عليها كويس علشان لما بتيجي تستوي الرسمة دي اصلا بتختفي شوية، فتكوا عليها كويس عشان الرسمة تبقى باينة. بعد كده بقى دخلتها الفرن تستوي، وده كان شكلها لما طلعت. بجد كان طعمها تحفة، وكل اللي دقها عجبته جدا وقال لي تسلم ايدك. عايزاكم انتوا كمان تجربوها وتكتبوا لي بقى في الكومنتات عجبتكم ولا لا. ولو في اي حد عنده اي سؤال يكتب لي برضو، وياريت تكتبوا لي انتوا بتتفرجوا عليا من انهي بلد. وكل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. وهنا سوم كانت عايزة وكانت مفكرة بسكوت ريت ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة علشان انزل لكم الفترة الجاية فيديوهات كتير. واشوفكم الفيديو الجاي، سلام.